أخفق أشبال الأطلس في عبور عتبة مال التأهل إلى الدور المقبل في مباراة قوية جمعتهما على ملعب مانهان بسوراكرتا لحساب دور ربع كأس العالم أقل من 17 سنة. ودخل مال المباراة مهاجما، حيث مارس ضغطا كبيرا من البداية على الدفاع المغربي، وكانت الأطراف مصدر هجمات لاعبيه خاصة إبراهيم ديارة. وهدد منتخب النسور نظيره المغربي بمحاولات داخل مربع العمليات عن طريق التسديد، لكنها كانت تجد حارسا عميدا ودفاع مستميت. وتبقى أبرز فرصة تلك التي اصطدمت بالقائم بعدما لمست الكرة قدم بن غزيل. من جهته هدد أشبال الأطلس بكرة من الجهة اليسرى انتهت بتمريرة لمعالي، حيث انفرد بالحارس كون الذي كان الأسرع وأنقذ الموقف. شلغم مرماه من هدف محقق بعد أن أبعد الكرة وهي في طريقها للمرمى من تسديدة ماكالو التي أطلقت في مواجهة الحارس طه بن غزيل. ومع بداية الشوط الثاني أشرك سعيد شيبة مدرب ناشئ المغرب المهاجم أيمن النيري بدلا من أنس العلوي، وتحسن أداء المغرب في الشوط الثاني، وكان أخطر ظهور للحموني عندما تحرك من الجهة اليمنى ومررها أرضية، لكن الدفاع المالي أبعدها، بينما كان النسور يحاولون التهديد عن طريق التسديد من بعيد. وفي الدقيقة 80 وصلت الكرة لكونات الذي استغل هفوة دفاعية ليسددها، لكن القائم ردها لتعود على طبق من ذهب إلى ديار الذي وجدته منفردا ويسجل الهدف الوحيد في المباراة أسعد به جماهير مالي. بعد تسجيل الهدف خرج المغرب من انكماش الدفاعي بغية تحقيق التعادل، لكن سوء التركيز من جانب لاعب المغرب وصلابة دفاعية من مالي صعب المهمة، فكانت الكرات الثابتة أحد الحلول كالتي أتيحت في الدقائق الأخيرة عن طريق البديل أنس العلوي الذي لم يحسن التعامل مع الكرة لتمر بجانب المرمى وسط ذهول الجميع، لتنتهي المباراة بإقصاء المنتخب المغربي وهزيمته بهدف مقابل لا شيء. رغم الإقصاء قدم أشبال الأطلس مردودا طيبا في هذه الدورة وحظا موفقا في لاحق المنافسات. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.